السلام عليكم ورحمة الله، ومعاكم زيكا. نقدر نقول رسميا ليفربول حسم الدوري الانجليزي، يعني انا اكاد اجزم اللي جاي دوت مباريات تحصيل حاصل. خلاص ليفربول حسم الدوري الانجليزي في قلب ملعب الاتحاد اللي تقريبا ما كسبش سيتي عليه من 2016، من تقريبا 9 سنين وهو ما بيشوفش مكسب على الملعب ده. فجأة السنة دي حسم الدوري عليه. ليفربول السنه دي فريق غير عادي في كل الخطوط. فلو هنتكلم في الخط الهجومي، فطبعا الطفره الهجوميه اللي موجوده في ليفربول سببها الاول والثاني والثالث والاخير محمد صلاح. محمد صلاح عامل ارقام اعجازيه السنه دي صعب جدا، تكاد تكون مستحيله ان حد يحققها. يعني ابسط مثال ان صلاح عامل رقم كده بيقول لك الراجل دوت عامل جون واسيست في نفس الماتش 52 مباراه في جميع البطولات، اللي هو التاني اللي عمل دوت المركز التاني جيرارد ب 27، اللي هو ارقام. يعني انت جبت الارقام دي ازاي؟ انت عملت الارقام دي ازاي؟ الموسم دوت حتى الان لحد دلوقتي محمد صلاح وصل ل 50 مساهمه جون على اسيست، ما بالك في اخر الموسم ولسه بقى في دور 16 ودور 8 ودور 4 ونهائي تشامبيونز ليج اللي انا اتوقع ان هو هيوصل لنهائي بالمستوى الاداء دوت. فمحمد صلاح هيقفل في المساهمات مثلا الرقم هيوصل لكام؟ لسه برضو عندك كام ماتش في الدوري، يعني انت لسه قدامك فوق ال10 ماتشات في الدوري. فمحمد صلاح السنه دي ناوي على ايه؟ ناوي على اعجاز دوت. بالنسبه للقوه الهجوميه اللي عند ليفربول السنه دي، طب القوه الدفاعيه انا ما تخيلتش ليفربول هيبقى قوي دفاعيا وبالصلابه دي. فان دايك راحت عليه خلاص، يعني لازم ليفربول يشوف لعيب بداله. السنه دي فان دايك بياكل الاخضر واليابس، محدش بيعرف يعدي منه. ومش بس كده، الاسلوب اللي بيلعب بيه ارن سلوت صعب جدا هجوميا ان انت تخترقه، مستحيل. طبعا ابراهيم كوناتي كويس، ولكن فان دايك بيعلي من قيمه ابراهيم كوناتي جنبه. انا عمري ما تخيلت الكومباينيشن اللي عملها ارن سلوت في ليفربول ديت ممكن تخليه يلعب ويوصل للمرحله دي. وصراحه انا في اول الموسم انا قلت ليفربول مش هيخش توب فور عشان الاسامي اللي عنده مش قويه قوي، ومحمد صلاح بقى لوحده والدفاع فان دايك تعبان. فقلت ليفربول السنه دي بره التوب فور. فجاه حسموا الدوري الانجليزي، ولسه الدوري الانجليزي قدامه اكتر من 10 مباريات اللي هي ما حصلتش في الدوري الانجليزي. طبعا ده مجازا يعني، بس بنسبه 85% 90% الدوري الانجليزي تم حسمه. ليفربول النهارده اقسم بالله العظيم السيتي لو كان لعب من هنا لحد الصبح، مش لعب ساعه ونص، السيتي ما كانش هيجيب جول. السيتي كان شكله مدهول قوي 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 قدام دفاعات ليفربول. ليفربول تحس ان هي كانت ايه، عارف انت مثلا لما يبقى راجل كبير قوي ولسه عيل صغير عنده 3 4 سنين، والعيل الصغير دوت عمال يضرب في الراجل الكبير، الراجل الكبير سايبه كده بيلعب ولا بيلعب ولا بيعبس ولا شوف انت بتاع انت عايز تعمل ايه واعمله. مانشستر سيتي النهارده كان معاه الكوره بدون اي 30 لازمه، بدون اي خطوره. هات لي هجمه واحده خطيره مانشستر سيتي النهارده عملها، الا هو الجون الاوفسايد، ويعني تحس ان هي جت غلطه كده بس، اللي هو فلتت مننا دي يا جدعان، معلش سوري. هش جدا مانشستر سيتي في الهجوم وفي الدفاع. النهارده ليفربول لو كان هاجم على السيتي اقسم بالله العظيم كنا هنشوف فضايح في مانشستر سيتي. وكويس ان يعني الراجل ما هاجمش على مانشستر سيتي عشان ابننا مرموش بس ما يطلعش بفضيحه، الفريق بتاعه مثلا ما يحصلوش ايه 4 5 اقل واحد. لكن اقسم بالله لو ليفربول كان لعب النهارده ضغط عالي وبيهاجم بقى وبيضغط والكلام ده كله، كنا هنطلع بفضيحه في الماتش. عايز اقول لك ان النتيجه دي 2-0 بدون اصلا ما ليفربول تهاجم. يعني انت ايه، ليفربول ما كلفتش نفسها ان هي تتعب في نفسها وتهاجم قدام السيتي. هي كده كده الماتش بالنسبه لها انا عارف انا هخلصه ازاي يا جدعان، يا اما بهجمه يا اما بكورنيه يا اما بقى خلاص لو الدنيا ضاقت بيا فانا يعني هضطر كده اجي على نفسي واضغط عليهم واجيب جون. ولكن هي ما وصلتش للمرحله ديت، جابت ايه يعني كورنر كده، عملوها فكره كده كان بيتدربوا عليها في التدريب اكيد، جابوا بيها جون والجون الثاني يلا جبنا جونين يا جدعان يلا نمشي. دوت قمه الفجر الكروي اللي وصل له ليفربول، ان هو بقى يكسب من غير ما يهاجم خالص. يا جدعان ليفربول السنه دي فاجر وحسم اول بطوله ليه، ومن دلوقتي بندور له على فرقه تقدر تسد قدامه. تقدر تفكر كده في مين في مين في مين في مين، مفيش قدامه غير فرقتين بس اللي هم ممكن يسدوا قدامه، الا وهو مين؟ ريال مدريد وبرشلونه. واشمعنى برشلونه؟ هقول لك عشان برشلونه هي بتكسب ريال مدريد عادي وفشختها في نهائي الكاس 5، فاللي هي ممكن ايه تسد قدامهم. تاني حاجه فرقه برشلونه باللعيبه اللي عندها لعيبه كويره، ممكن تقش اللعيبه بتاعت ليفربول، ولكن غير كده فالله يكون في عون اي فرقه هتلاعب ليفربول السنه دي، او دفاعات الفرق ديت هتبقى في مواجهه محمد صلاح. محمد صلاح حتى الان هداف الدوري الانجليزي بفريق 6 اهداف. 6 اهداف ده رقم كبير فشخ في الدوري الانجليزي، ولسه الدوري تقريبا فاضل له 10 ماتشات او اكتر من 10 ماتشات. بالنسبه لي بالنسبه لمشجعين ليفربول خلاص الدوري تم حسم امره، دلوقتي بيفكروا في الابطال وبيفكروا في مباراه باريس، فهنشوف ايه اللي هيحصل في دوري الابطال.
واخيرا ولا سخرا، كان معاكم زيكا. لو لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب، لو عامل لي سبسكرايب مش مفعل الجرس يعني فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو ما عملتش لايك للفيديو فانت يعني خسران كتير قوي، اعمل لايك للفيديو. ولو مش عندي على الفيسبوك تعال عندي على الفيسبوك، هتتبسط هناك قوي، هتلاقي ستوريات ومقالات وبوستات، هتلاقي حاجات كتير قوي حلوه. تعال وسلام.